السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن كتاب التفوق، ريفيو عن كتاب التفوق جزء العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي. أول حاجة طبعا كتاب التفوق من الكتب الناجحة جدا بقالها سنين، حتى في امتحانات ثانوية عامة بعد الامتحانات ما بتخلص بينزلوا اجتهاد منهم نموذج الإجابة، وبيبقى هو الصح كل سنة. يعني في مدرسين كتير بيطلعوا يحلوا، اغلبهم بيبقى غلط. كتاب التفوق هو الكتاب الوحيد اللي كل سنه اجاباته بتبقى صح. طبعا اول حاجه بجزء الشرح، الرسومات طبعا يا جماعه بتسهل الدنيا جدا. عايز تفهم اي حاجه في الدنيا طبعا الرسومات موجوده بشكل بسيط جدا يسهل لك الدنيا كلها. طبعا امتحان ثانويه عامه في الاحياء بالذات بيبقى اغلبه رسومات، فانت دلوقتي عندك ماده علوم متكامله جايب لك كل الرسومات عشان يسهل عليك الدنيا من اولها لاخرها. طبعا في كتاب المدرسي بالنص عشان ما يبقاش اي معلومه زياده، لان في مدرسين بيحبوا يحطوا معلومات زياده فلسفه، انما اي معلومه زياده هتلاقيها في كتاب التفوق فهي معلومه تخص المنهج وتفيدك جوه المنهج. عشان كده مفيش معلومه في كتاب التفوق بره نطاق المنهج الدراسي. اي معلومه في كتاب التفوق اولا تابعه لكتاب المدرسه، ثانيا تفيدك في جزئيه المنهج. طبعا كتاب الشرح كتاب مميز جدا جدا جدا، ومعروف من سنين انه من احسن الكتب، وطبعا الدفعات اللي فاتت كلها شاهده على الكلام ده، ان كتاب التفوق كشرح من احسن الكتب الموجوده في السوق طبعا. تاني حاجه جزء الاسئله. اي كتاب في كتب معموله في ثانويه عامه، الكتاب يا يجيب لك اسئله سهله جدا يا يجيب لك اسئله صعبه جدا. انت عندك في كتاب التفوق الاسئله بتاعته بتقيس كل المستويات، اسئله سهله، اسئله متوسطه، اسئله صعبه، واسئله بتميز بين الطلب. زي نظام الامتحان بتاع اخر السنه، انت لما هتيجي تمتحن مش هيمتحنك في امتحان كله سهل، ومش هيمتحنك في امتحان كله صعب. فالامتحان بيبقى متفاوت بين سهل ومتوسط وصعب، وبيميز بين الطلبه سؤال ولا اتنين. فده اللي بيعمله كتاب التفوق، وشغالين على النقطه دي كويس جدا، وكتاب الاسئله بتاعتهم مميز جدا يا جماعه. بس طبعا انت محتاج انك تكون فاهم كتاب الشرح الاساسي بتاعهم عشان تعرف تحل الاسئله. طبعا كتاب الشرح الاساسي بتاعهم اولا كتاب المدرسه ده مهم جدا للحل. اي حد بيحل سؤال لما بيجي يرجع لمصدر ما بيرجعش لاي مرجع، ما بيرجعش لاي، على طول كتاب المدرسه. انت عندك كتاب المدرسه تبع كتاب التفوق زيه بالظبط، خلاص انت هترجع للمعلومه اللي هنا. طبعا هما زي كتاب المدرسه، بس زي ما انتوا عارفين كتاب المدرسه بيبقى كتاب يعني مش منظم حبتين ثلاثه، فهم منظمينه باحسن الطرق وباحسن الاشكال طبعا، وبالرسومات كمان عشان يسهلوا عليك الدنيا. زي ما قلت لك الاسئله بتاعتهم بتبقى اسئله مميزه جدا، واسئله فيها الاسئله التقيله. وعلى فكره ده في كل فروعهم، مش في العلوم المتكامله بس، حتى كتب ثالثه ثانوي كتاب التفوق معروف بحته ان الاسئله بتاعته مميزه. حتى بدفعتنا كان كتاب التفوق الكتاب الاكثر تميز، خصوصا طبعا الماده المشهوره بقى كتاب التفوق ماده الاحياء. فانت عندك طبعا على كل درس بعد ما بتخلصوا شرح موجود عليه اسئله، على كل فصل بعد ما بتخلصوا في امتحان شامل على كل فصل. طب الامتحان الشامل على كل فصل ده هتستفيد منه بايه؟ طبعا هيستفيد الربط بين الاحداث بتاعه الفصل الاول كله. يعني انت مثلا عندك خلصت باب مثلا، فانت خلصت الباب ده كشرح، فانت ذاكرت الباب. طبعا انت لما جيت حليت على الباب حليت درس بدرس. كتاب التفوق عامل لك امتحان على الباب كامل عشان تربط بين احداث الباب كلها وتجمعه ككتله واحده، فيبقى اشبه بالامتحان المعمول على باب، وهو فعلا يعتبر امتحان. التفوق عامل لك 10 امتحانات شامله كافيين جدا انك تخش تقفل الامتحان بامر الله. زي ما قلت لك بتبقى متفاوته في المستوى. طبعا الامتحان اخر السنه هتقولي متفاوته في المستوى في امتحان يعتبر اخر سنه ولا نص سنه، اقول لك عادي، ما هو الامتحان لما هيجي لك مثلا 70% منه متوسط، 20% سهل، 10% صعب، وهو ده اللي بيعمله كتاب التفوق في الامتحانات الشامله بتاعته. عندك 10 امتحانات شامله هيسيل لك كل المستويات
افكارهم طبعا افكارهم، انت دلوقتي انت مطالب بفهم الفكره، مش مطالب بسؤال بعينه. يعني انت لو فهمت كل الافكار بتاعه كتاب التفوق بتاعه الامتحانات الشامله والتدريبات اللي من اول السنه على كل باب والامتحان الشامل اللي كان على كل باب، كفيل جدا انك تلم كل الافكار دي وتعملها كره في ايدك كده تخش بيها الامتحان، تقفل الامتحان بامر الله تعالى. طيب كتاب التفوق برضو عامل لك ال10 امتحانات شامله. هل 10 امتحانات شامله ده كم قليل؟ لا طبعا، لا طبعا. احنا عندنا في ثالثه ثانوي لما كنت بتيجي داخل الامتحان كان الشاطر اللي يحل 15 امتحان شامل. في ناس بقى بتحل فوق ال 15، ده فئه قليله جدا يعني. انما المتوسط بيكون 15 امتحان شامل، اللي بالمناسبه ده بيكون كتاب كامل في المراجعه النهائيه في الشوامل لطلاب ثالثه ثانوي. فلما انت تبقى ثالثه ثانوي شهاده سنه تحديد المصير وبيعمل لك الكتاب 15 امتحان، تيجي لكتاب لسه في اولى ثانوي وعلوم متكامله ويعمل لك 10 امتحانات شامله، فده كم كويس جدا جدا جدا، كفيل بامر الله ان هو يقفل لك الامتحان. طيب عامل لك جزء للاجابات. الجزء الاجابات ده مهم جدا بقى. طبعا انا مش بخاطب الفئه اللي هي بتاخد الاجابات عشان تغش منها خالص، انا بخاطب الفئه اللي هو في فئه تبقى شاطره قوي او على الاقل متوسطه، فهو حل سؤال فهو حله غلط مثلا، فهو عايز يعرف ليه الاجابه دي اتحلت غلط او ليه اتحسبت له غلط، او انا مقتنع ان هي صح محسوبه لي غلط ليه. يجي لك كتاب التفوق يقول لك الاجابات اولا، ثانيا يكتب لك تفسير كل اجابه. تفسير كل اجابه بيقول لك والله الاجابه ب عشان كذا كذا كذا. تعال مثلا ناخد مثال هنا، تفسيرات اسئله الاختيار المتعدد. والله السؤال 19 اجابته ب لان النباتات تطلق بخار الماء في الجو من خلال عمليه النتح، فتشارك في رفع نسبه الرطوبه الجويه وبالتالي المساهمه في تكوين السحب والامطار. مفيش احسن من كده. يعني انا دلوقتي حليت سؤال، سواء حليته صح سواء حليته غلط، انا عايز تفسيرات اعرف بيها ليه السؤال ده اتحل صح وليه السؤال ده اتحل غلط. طب هم كاتبين كده التفسيرات دي في كل الاسئله؟ لا، التفسيرات مش في كل الاسئله، في اغلب الاسئله. واكيد الاسئله اللي هم مش كاتبين لها تفسيرات عارفين ان مفيش لخبطه فيه، ان مفيش اختلاف فيه، ان مش هيبقى فيه مشاكل فيه. هو جايب لك الاسئله اللي ممكن تفكر في، لان على فكره وضع الامتحانات بيبقوا عارفين الطالب ممكن يفكر ازاي. بدليل في امتحان فيزياء مثلا ممكن تلاقي ان انت بتحل مساله فجايب لك سؤال انت حليته بطريقه معينه وطلع معاك ناتج معين في الاله الحاسبه، وتلاقيه في الاختيارات وتكون الاجابه غلط. فهم بيبقوا عارفين ايه الحاجه اللي انت هتفكر فيها، وايه التفكير اللي هيجي في دماغك، وايه الحاجه اللي انت ممكن تتلخبط فيها وتحلها غلط، وايه السؤال اللي هو هيعدي معاك كده مرور الكرام مش هتفكر فيه لا انت ولا غيرك. فعشان كده هم بيبقوا عاملين حسابها في النقطة دي كويس جدا جدا جدا، وعارفين ايه الاسئلة اللي انت محتاج تفكر فيها وايه الاسئلة اللي انت محتاج تلاقي لها تفسير. فاجمالا كتاب التفوق من احسن الكتب الموجودة في السوق، ده ان ما كانش احسنهم طبعا. كتاب التفوق مش محتاج مني ريفيو، كتاب التفوق من سنين وهو يعتبر احسن كتاب موجود في السوق، وطبعا كل الدفعات اللي فاتت شاهدة على كلامي. والله على ما اقول شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.